بصراحة كده وبكل أمانة، أنت كمواطن مصري لما تكون ماشي في الشارع على رجليك، إحنا طبعا ربنا ميزنا بالعقل. لما تكون ماشي في الشارع على رجليك وحاطط مثلا في ودنك هاند فري وسماعة طب أنت ماشي في نص الشارع وإحنا في مصر، يعني أنت مش ماشي في لندن، إحنا في مصر، يعني في توك توك جاي كده وعربية جاية كده وحد عايز يعدي وأنت حاطط السماعات، طبعا أكيد مش سامع حاجة. وانا او اي حد مع جاي وراك وعايز يعني يديك كلاكسه او بتاع وانت معدي الشارع، ماشي في نص الشارع، انت مش معديه، انت سايب الرصيف او سايب الجنب وماشي في نص الشارع. انا مش عارف، بستغرب على الناس اللي بتعمل كده. انا نفسي لما اكون ماشي على الرصيف ببقى خايف لا حد يخبطني وانا ماشي فوق الرصيف على رجليا. تخيل انت ماشي في نص الشارع في طريق العربيات وشاري دماغك، وانا ابقى جاي بجري، مش بجري يعني ماشي واديله جلاكس، هو مفيش، واللي جاي من الناحيه دي بيديله مفيش، واحد ماشي في نص الشارع. يعني عايز اقول لك الكلاب والقطط والحاجات دي اللي هي يعني ربنا ما ميزهاش بالعقل بتفهم. الكلب لما بيشوف عربيه جايه بيجري على الرصيف، والقط نفس الكلام. احنا كبني ادمين الاقي الواد ماشي من بظهره، مديني ظهره وماشي في نص الشارع عمال يجي يمين وشمال كده. يعني انت عايز ايه؟ مش فاهم. يعني انت عايز تنتحر؟ عايز تنتحر يعني؟ واللي يخبطك ده يحسبوك علينا بني ادم؟ انا مش فاهم. طبعا احنا مبدئيا يعني اللي بيبقى راكب عربيه بيقعد يشتم في اللي ماشي على رجليه، واللي ماشي على رجليه بيشتم في اللي راكب العربيه. ولو انت نفس الشخص هتشتم وانت هنا وتشتم وانت هنا، عشان احنا طبعا كلنا على ايه؟ كلنا على حق، مفيش حد بيقول على نفسه غلطان حتى لو هو غلطان. وانا منكم اهو يا عم، انا من ضمن الناس دي كمان. يعني ما اعرفش اقول على نفسي غلطان، والناس كلها بتقولش على نفسها غلطانه، ومفيش حد في الدنيا بقى بيقول على نفسه غلطان يا مصريين. فانت ليه تكون ماشي في نص الشارع وحاطط كمان هاند فري في ودنك؟ يعني لو حد عايز يلحق يديك كلاكس عشان تيجي يمين كده ولا شمال عشان ما يخبطكش، انت مش هتسمعه. طب انت حاطط الهاند فري في ودنك ليه وانت راكب مواصلات؟ وانت قاعد في البيت، قاعد في مكتب، قاعد على السرير؟ انت ماشي في نص الشارع، انت ماشي في نص الشارع، يعني حواليك ناس رايحه وحواليك ناس جايه وعربيات وتكاتك ودنيا ودين. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي الناس بتعمله ده؟ الموضوع ده بيتكرر وبيتكرر معانا شخصيا وبيحرق دمي. عشان انا واحد من الناس لما بكون ماشي في الشارع على رجلي والله ببقى ماشي على الرصيف، مش ماشي على الرصيف احترام، ماشي على الرصيف عشان انا فعلا بخاف من الهرجله بتاعت الشارع. لو عرفت افادي توك توك ما يخبطنيش، ما بعرفش افادي الموتوسيكل اللي جاي طاير من الناحيه التانيه، ولا عربيه كارو ولا التاكسي ده، ولا فمشي على الرصيف وبختصر دماغي ده لو انا ماشي على رجليا. لكن مش عارف انا ايه الطرق السريعه اللي بنبقى بنجري فيها ولا واحد ماشي في نص الطريق. وكمان احنا معظم الطرق بتاعتنا ضلمه، الطرق السريعه بتاعتنا ضلمه. يوميا على الطرق السريعه وانا ماشي الاقي واحد بيعدي الطريق لابس اسود والدنيا ضلمه، وانا بشوفه حلم، انا بشوفه قدامي حلم كده، مش ما بحسش ان في حد بيعدي، وهو بيعدي من الحته الكحل والعربيات كلها جايه بتجري عليه ومش بيتشاف، مش بيتشاف. المطب بيبقى في الارض علو كده، وعشان الدنيا ضلمه كلنا بنشربه، بناخد المطب العربيه بتطير بينا عشان مش شايفينه من الضلمه. وانت كبني ادم بتعدي من حته ما فيهاش مكان ان انت تعدي منه والدنيا ضلمه والكوبري المشاه معمول فوقيك وانت مش عايز تطلعه، كسل منك، ما هو انت كسل منك ان انت تطلعه. يعني عايز اقول لك دلوقتي عملوه كهرباء والناس برضه مش عايزه تطلعه، مش عايزه تطلع السلم الكهرباء اللي هو يطلعها وينزلها لحد الناحيه الثانيه، لكن عايز يضحي بنفسه ويعدي ويموت، ويودي نفسه هو يموت ويودي اللي يخبطه في داهيه، وانتوا الاثنين مش غلطانين خالص بصراحه. فيعني اللي يشوف الفيديو ده يا ريت، يعني يا ريت يعني يخلي باله كده، ويحاول وهو ماشي في الشارع على رجليه يعني يتفادى الكلام ده، وبلاش الهاند فري والسماعات والدنيا التانية اللي انت بتبقى سرحان فيها عشان الناس اللي ماشيه حواليك، وعشان ما حدش يخبطك وبتاع ويحصل لك حاجه وده غلطان، لا انت اللي غلطان، لا انت اللي غلطان. فيعني بلاش، يعني خلينا كده نستخدم العقل شويه، نمسك العقل شويه، نخاف على نفسنا شويه يا عم، بلاش نتحكم في عقلنا يا عم عشان ممكن الكلمه تضايق. نخاف على نفسنا شويه، خاف على نفسك، ممكن اللي يخبطك ده يخبطك ويجري وانت مش هتعرف تجيبه، وتبقى انت اللي اتاذيت وانت اللي غلطان على فكره، مش هو اللي غلطان. هو يبقى غلطان لما يخبطك في شارع جانبي وانت ماشي على مالك وهو بيجري، او انت ماشي على الرصيف وهو طلع لك بالعربيه، وده طبعا مش هيحصل. لكن تكون ماشي في طريق سريع العربيات كلها جايه بتجري فيه وانت ماشي بالعرض بتتمشى كانك ماشي على الكورنيش، كانك على ممشى اهل مصر الجديد، لا يبقى مش طبيعي، يبقى هيخبطك ويجري، مش هيقف لانه مش هيحمل نفسه المسؤوليه.
فخاف على نفسك.